السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي، اخباركم عاملين ايه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقة جديدة معاكم النهارده مكملين في سلسلة الفيديوهات القصيرة اللي وعدنا حضراتكم بيها، نستاهل كل حلقة بآية جديدة من كتاب الله. ربنا يوفقنا وإياكم. آية النهارده معانا في سورة الكهف برضو ربنا عز وجل بيقول في الآية 45. نركز في الآية: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. ربنا بيضرب مثل للحياة كلها، الأرض وما عليها من أشياء وما عليها من صور حياة للكائنات والحيوانات، عايز أقول يا البني آدمين والحيوانات والنباتات وكل ده لأي حاجة حي. بيضرب مثال هنا إن الحياة الدنيا دي لو زيها زي مية نزلت من السماء، اختلط المية دي بالنبات اللي في الأرض، فبصيت بعد فترة لقيته إيه؟ أصبح، يعني عايز أقول لك بعد فترة كأنه ربنا بيجعل ده هباء منثور، بيكبر النبات وبيطلع ومش عارف إيه، يبدأ إنه يصفر يروح ينزل، تلاقي ينكمش لحد ما يروح إيه؟ ينشف ويقع في الأرض، يذبل يتفتت ويتحلل لحد ما الحياة كلها زي كده بتبدأ بحاجة وترجع تختفي نهائيا. زي كده وفي الآخر إيه؟ ربنا على كل شيء مقتدر. زي ما كانت حياة في صورها وفي أو يعني عايز أقول لك أوهش بهائها، يقدر ربنا في لحظة يخليها إيه؟ زي ما كان بيقول ربنا إيه في سورة الزخرف، إن شاء الله نتطرق لهذه الآيات: فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. اللي كانت امبارح عماير ضخمة ومناظر روعة في الجمال، تاني يوم تلاقيها أصبحت إيه؟ رماد على الأرض، اختفت نهائي. طيب حلقة النهارده على إيه؟ ازاي افرق يا دكتور ما بين بقايا الاكل اللي حوالين السن وما بين الجير؟ اعرفه ازاي؟ الجير بيكون عباره عن طبقه صلبه لونها اصفر في الغالب، بتبقى محوطه السنان، داير ما يدور كده على الجناب ورا وتحت. بتبقى مراكزها متركزه فين اكتر؟ بتبقى في ورا الضروس السنان الاماميه دي من ورا، والضروس السادس فوق وتحت. بتبقى ايه اكتر حته اماكن بتظهر فيهم. انما بقايا الاكل بتلاقيها حاجات ايه؟ رفيعه، لما تيجي تعديها كده مثلا بالفرشه او مثلا بصباعك بتلاقيها بتطلع. او الناس اللي هي بتحط خيط، بتحط ساعات في ناس عود مثلا الكبريت والكلام ده. انما التاني تلاقيه جير ناشف، ولو جيت عملته جامد تبص تلاقي ايه؟ اللثه ابتدت تنزف منك. فده لازم يروح عند دكتور زي ما قلنا ان هو لازم ينضف لك. اشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.